المغربيات يتصوروا في هذا الصيف، ها اللي كتعوم بالبوركيني، ها اللي كتعوم بالشورت، ها اللي كتعوم بكسوتها، ها اللي كتعوم بالمايو، باش نديروا الصدمه لهاد الخوامجيه. يبقاو تيدوروا في مواقع التواصل الاجتماعي بين فيسبوك وانستغرام، فين ما يدوروا يجهون يلقاو مرا. رجعتي ممسوخة سبحان الله العظيم. أولا الدين الإسلامي وفروضه وواجباته ومستحباته ومكروهاته ما هو لا دين ديال الإخوان ولا الدين ديال داعش ولا الدين ديال الفقهاء ولا الدين ديال الأغنياء ولا الدين ديال الفقراء ولا الدين ديال حتى واحد، هو دين الله عز وجل. والله سبحانه قال للناس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا بغيتي تخرجي من الدين وتلغي الإيمان ديالك بالله عز وجل فأنت حرة، ولكن ما دخل الناس بذلك؟ إذا قمت بتعرية جسدك وتبرجت وشربت الخمر وزنيت فأنت تحديت المولى عز وجل، وليس حزب سياسي أو فقيه أو فقير أو غني أو ما شابه. يا سبحان الله، كل من يريد الخروج من الدين تجده يتحدى الإسلاميين والفقهاء وكأنهم هم أصحاب الدين. الحرية ليست في أن تفعلي كل شيء، ولكن في أن تلتزمي بكل ما هو واجب، والسعادة تنبع من القلب وليس من المظاهر، وكل ما حرمه الله هو في حد ذاته شقاء، والسعادة في رضا المولى عز وجل. إيه والله يغفر لنا ويغفر لك ويهديك ويهدي جميع المسلمين والمسلمات.